اجمد انت راجل. اغلب الناس عندنا في التربية بيغرسوا فكرة غلط في دماغ الولاد، وهي ان الراجل ما ينفعش يعيط ولا يتأثر ولا يخاف ولا يتكسف ولا يزعل على فراق حد، ويفضلوا يكرروا كلمة انت راجل اجمد، خلي قلبك من حديد، ما تخليش حاجة توجعك. الست لما بتعبر عن مشاعرها بيتقبلها المجتمع بسهولة، أما الراجل التعبير عن الحزن والخوف بيخليه يحس إنه ضعيف. والحقيقة إن المشاعر جزء من الإنسانية ومن الصحة النفسية، والتعبير عنها مش ضعف لأي حد، ولا راجل ولا ست. وعلشان نطلع راجل حقيقي حنين يسمع اللي حواليه ويبقى سند لأهل بيته ويبقى راجل ليهم مش عليهم، لازم ندي مساحة لأولادنا يعبروا عن مشاعرهم من غير أي كبت، علشان يكبروا واثقين من نفسهم وجاهزين يتعاملوا مع الحياة من غير أي عقد. ودمتم رايقين.